السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه رأيكم بقى النهاردة نعمل كده في شوية برنجان يفتحوا النفس كده، شوية برنجان مخلل كده يستاهلوا بقكم. اول حاجة كده معانا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين معانا البرنجان الابيض كده زي ما انتم شايفينه، وابتدي اللي انا افتحه ازاي بايديا كده، مش هستخدم سكين. معايا المكونات كده زي ما انتم شايفين، معايا فلفل احمر، معايا فلفل اخضر بس كميه فلفل احمر كتير، معايا شطه، الجزر دوت اختياري يعني مش لازم اللي انت تحطيه، معايا توم، معايا ليمون، معايا ملح، معايا فلفل، معايا كمون، كزبره، شطه، خل، زيت. تمام. ومعايا برضو شويه خضره، شويه شبت كده، شويه كزبره قصدي هنستخدمهم بس دلوقتي. هبتدي بقى اللي انا اعمل كل الكميه بتاعه البرنجان كده زي ما انتم شايفين، بوضح لكم اهو بايدك كده، ما تستخدميش سكينه في البرنجان دلوقتي خالص. طبعا هو المفروض المخلل يتعمل بالبرنجان الاسود اكتر حاجه، بس هو اللي كان موجود يعني البرنجان الابيض. تمام. وده او ده الاتنين بيبقى طعمهم جميل على فكره. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، هبتدي بقى اللي انا خرطت قطعت قصدي كل كميه الخضار اللي كانت معانا. اكتر حاجه معايا فلفل احمر يكون بارد، ومعايا فلفل احمر حار، ومعايا كده واحده فلفل اخضر تعطي طعم، وحطيت جزرايه اختياري براحتك، وحطيت شويه كزبره كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اعصر كميه ليمون حوالي 3 ليمونات كبار زي ما انتم شايفين كده معايا حبايب قلبي. تمام. ومعانا بنجر طبعا عشان هنستخدمه في ميه السليق بتاعه البرنجان. طبعا البرنجان الابيض لما احنا بنحطه في الميه السخنه عشان نسلقه طعمه بيتغير شويه. طبعا انت ممكن اللي انت تحمريه، بس يعني التحمير وكده واللي بيشرب زيت طبعا لونه مش هيغير معاكي وكل حاجه، بس بيبقى صعب شويه لو في حد، يعني الزيوت بتبقى كتير طبعا واحنا عايزينه ما يبقاش فيه زيت كتير وكده. فهنحط بقى كده، عملت الخلطه معاكم زي ما انتم شايفين، هبتدي اعصر الليمون واحط الملح بتاعي، واحط كميه من الشطه، واحط كميه من الكزبره، احط كمية من الكمون، واحط كمية من الزيت، وهحط كمية من الخل. تمام. هحط حوالي معلقتين كبار زيت ومعلقتين كبار خل. طبعا بقى كمية الخل احنا هنحتاجها، هقول لكم هنحتاجها لايه زي ما انتم شايفين دلوقتي. طبعا نبتدي نحط توم، ونضرب كل الخلطة كده بتاعتنا، كل الحشوة بتاعتنا ديت هنبتدي بقى اللي احنا نضربها في الكب كده مع بعض لحد ما ننعمها خالص، وبعدين هقول لكم هنعمل فيها ايه. هنا كده المية بتاعت اللي احنا هسلق فيها البرنجان غليتها قوي 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 زي ما انتم شايفين، وابتديت حطيت فيها البرنجان، حطيت فيها البنجر، وهبتدي ان انا انزل عليها البرنجان كده زي ما انتم شايفين. البرنجان طبعا لونه غير شويه، ابتدى ياخد من اللون الحمر شويه بتاع البنجر، احنا بنحط البنجر معاه عشان يحافظ على اللون بتاعه شويه. زي ما انتم شايفين كده نبتدي اللي احنا نغطي عليه، نضغطه بحاجه عشان اللي هو يستوي. طبعا احنا ما بنسويهوش كتير، لكن عشان احنا كده كده هنسيبه فتره معانا في التلاجة، فلو انت عايزاه يستوي معاكي بسرعه ممكن اللي انت تسويه شويه. هبتدي كده اللي انا عملت الخلطه معاكم زي ما انتم شايفين. طبعا البرنجان السلق وطلعته، فتحته بالسكينه من النص زي ما انتم شايفين كده معانا في الطبق، لكن ما كانش ينفع ان انا افتحه من النص من الاول من قبل ما اسلقه لانه كان هيسود من جوه. هنبتدي بقى كده نعمل المية اللي احنا هنخلي البرنجان فيها، دي بقى سر التتبيلة. هنبتدي بقى نحط الخل اللي معانا، نبتدي نحط القشر بتاع الليمون كمان، نبتدي نحط البنجر، نبتدي نحط كزبرة وكمون تاني، هنبتدي نحط ملح زي ما انتم شايفين. مكان المية اللي احنا عاملينها بتاعت ايه، مكان التتبيلة اللي احنا عاملينها هنحشي بها البرنجان زي ما انتم شايفين كده. وبرضك من المية اللي احنا سرقنا منها البرنجان ممكن اللي هي مكانها مكان البنجر كده، احنا اخدنا البنجر على فكرة اللي كنا سالقين بالبرنجان ما رميناهوش، حطيناه في الميه اللي احنا هنخلله فيها. هتبتدي بقى كده تجيبي علبه بلاستيك معاكي، اهو البرنجان اهو زي ما انتم شايفين من جوه قلب ابيض قلب ابيض نبتدي بقى اللي احنا نحشي كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا حطيت، هو متحطش فيه جزر بس هي حاجه اختياريه، انت حابه سواء انت حابه طعمه او لا. وكمان الجزر بيخفف شويه من حموض الثوم وحموض البهارات والحاجات دي، فبيخفف شويه من حموض البرنجان زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى ان احنا نحشي كويس، ونقي اللي هي مثلا تكون تخينه شويه ومقلبظه خليها تحت عشان لو كل ما تغيب معاكي تستوي اكتر وتتحدى اكتر. خلي بس ايه الرفيعه تكون فوق. زي ما انتم شايفين كده انا حشيت الكميه كلها، والتتبيله اللي انا عملتها اتبقى منها شويه الميه بتاعتها كده.
هبتدي اللي انا احطها على الميه بتاعت اللي احنا هنخلي فيها البرنجان، ونبتدي اللي احنا ننزلها عليه زي ما انتم شايفين كده. هو بس هتسيبيه معاكي يومين 3، وبعد كده هتبتدي ان انت تاكلي منه براحتك وبألف هنا وشفا. بصراحه لما طلعته كان طعمه جميل جدا جدا جدا، وبألف هنا وشفا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. هو خلي في علمك اللون بتاعه ما غيرش ولا حاجه، هو لون البرنجان الابيض بيبقى كده، حتى انت لو عملتيه وحشتيه لونه بيبقى كده. فهو الحمد لله لونه فضل فاتح وفضل جميل زي ما انتم شايفين كده. هتغطيه بس بالتحديقه اللي انت عاملاها، وهنحط مع ميه البنجر كمان هتديله لون زي ما انت شفتيه في اول الفيديو معايا كان عامل ازاي. وبس كده هنغطيه، وبألف هنا وشفا وصحة على قلوبكم. سلام.